يا جماعه دلوقتي تقدر تعمل فيديو فيو 3 بشكل مجاني تماما من غير فلوس ولا اشتراكات. الحق الفرصه قبل ما تتقفل. كمل يا ابني الفيديو للاخر عشان تقدر تعمل فيديوهات فيو 3 بشكل مجاني، وبعدها تعالى اشتري من عندي شويه خضار. انا في الفيديو ده مش بس اعلمك ازاي تعمل فيديوهات فيو 3، لا ده انا هقول لك كمان ازاي تعمل صور لنانو بنانا وبعدد غير محدود. هتروح على اللينك اللي انت هتلاقيه في اول تعليق، هيظهر معاك بالشكل اللي انت قدامك ده. هتروح على برنامج تيمب ميل اللي انت هتلاقي الرابط بتاعه في وصف الفيديو. هتاخد اي ايميل من اللي موجود، انا خدت الايميل ده كده. بعد كده هترجع تاني على الموقع اللي هو جيميناي بيزنس، وبعد كده هتحط له الايميل اللي انت اخدته. هيطلب منك كود، الكود ده هتجيبه من برنامج تيمب ميل اللي هو اللي احنا كنا لسه واخدين الايميل منه. هترجع تاني على برنامج تيمب ميل، زي ما انت شايفه بيقول لي ان في يعني رساله جديده جت. فهتاخد الكود اللي موجود ده كده وهترجع تاني على الموقع تحط له الكود اللي انت اخدته. بعد لما تحط له الكود هيقول لك اكتب اسم للحساب بتاعك. انا هنا طبعا كتبت اسمي. طبعا هو هنا بيقول لك ان ده عرض يعني من جوجل اللي هو جيميناي بيزنس، يعني ان هو كان عرض. فهتكتب هنا اسمك، انا هنا كتبت احمد محمد، انت هتكتب اسمك. بعد كده هتضغط على المتابعه، هيبدأ ان هو يحمل معاك. بعد لما يحمل معاك هتظهر لك الشكل اللي قدامك ده. ما تربطش حسابك بالجيميناي بيزنس، لا انت هتضغط على ربما لاحقا دي، وكده انت بقى معاك حساب جيميناي بيزنس تقدر ان انت تعمل صور وفيديوهات وبعدد غير محدود. هوريك بقى دلوقتي شرح عملي ازاي تعمل كل الكلام ده. زي ما انت شايف انا هنا رحت على شات جي بي تي وقلت له ان هو يديني حوار ما بين شخصين عن حاجة فكرة المونتاج، اللي هو مثلا ايه، يحط لي فيو 3 مع المونتاج، اي حوار ما بين شخصين عن الموضوع ده. تمام. زي ما انت شايف هتاخد الكلام ده كده كله كوبي. اتأكد يعني الأحسن ان انت تاخد، لو انت هتعمل فيديو فالأحسن ان انت تاخد الوصف من شات جي بي تي. الأحسن ان هو هيدي لك وصف أحسن ما انت هتكتبه يعني. تمام. هتروح هنا تتأكد انك انت مختار آخر اختيار خالص اللي هو جيميناي 3 برو ده، هتتأكد انك انت مختاره بحيث ان هو يديك أحسن كواليتي. بعد لما تختار الاختيار ده هتضغط على العلامة دي وهتضغط على إنشاء فيديو. بعد كده هتبدأ إن أنت تحط له الوصف أو الكلام اللي أنت أخدته يعني من شات جي بي تي، الكلام اللي إحنا كنا لسه واخدينه من شوية. تمام. لو ظهرت لك الرسالة دي هتضغط على إعادة إنشاء الرد اللي هي الجملة دي. ممكن تظهر معاك وممكن لا. لو ظهرت معاك هو عادي مفيش مشكلة، هتضغط على إعادة إنشاء الرد لحد لما تبدأ إن هي تروح معاك. زي ما أنت شايفة وكانت ظهرت لي في الأول ودلوقتي راحت. هيبدأ إن هو يحمّل معاك. طبعًا حاول إن أنت استفيد من الفكرة دي، لإن هو Gemini Business هي شركة جوجل عاملة الموضوع ده لفترة محدودة، يعني الله أعلم ممكن يكمّل لحد إمتى. ودلوقتي تعالَ نسمع الفيديو. لسه بتتعب نفسك في المونتاج؟ لا، كله بقى فيو 3. يعني اكتب الفكره وهو ينفذها. طب كده انا وفرت وقت كتير. لسه بتتعب نفسك في المونتاج؟ لا، كله بقى فيو 3. يعني اكتب الفكره وهو ينفذها. طب كده انا وفرت وقت كتير. زي ما أنت شايف هو حركة الشفايف مع حركة الكلام بالضبط، يعني مش مجرد مثلًا كلام أو الصوت شغال وهُم يا دوبك بس بيحركوا بُقّهم، لأ هو حركة الشفايف مع حركة الكلام بالضبط. ده غير برضه إن quality الفيديو عالية جدًا. هنا أنا جرّبت إن أنا أعمل فيديو تاني فخدت برضه كتبت يعني كنت باكلم ChatGPT فقُلت له اعمل لي حوار ما بين شخصين لفيديو VO 3 تكون مدته برضه 8 ثواني. تمام. هتروح هنا على Gemini وتضغط على إنشاء فيديو. بعد كده هتبدأ إنك أنت تحط له الكلام اللي أنت أخدته من ChatGPT وتستنى إن هو يحمّل معاك. طبعًا هو في التحميل مش بياخد وقت كتير معاك في التحميل. طبعًا ظهرت لي برضه الجملة بتاعة إعادة إنشاء الرد دي، بتبدأ إن أنت تضغط على إعادة إنشاء الرد لحد لمّا يبدأ إن هو يعمل معاك الفيديو، فعادي لو ظهرت يعني. ده كده الجملة اللي هي ليه بدأت دلوقتي، زهقت من الانتظار والنتيجة أحسن من ولا حاجة. دي يعني الكلام ده كده ده هو حوار ما بين شخصين مش شخص واحد. تعالَ بقى نسمع الفيديو. ليه بدأت دلوقتي؟ زهقت من الانتظار. والنتيجة؟ أحسن من ولا حاجة. ليه بدأت دلوقتي؟ زهقت من الانتظار. والنتيجة؟ أحسن من ولا حاجة.
وزي ما انت شايف هو اداني تعبيرات بوشه في الاخر، يعني مش مجرد كلام. ركز برضو في الحتة دي كده ان هو مش مكتوب كلمة فيو اللي هي بتكون موجودة في فيديوهات فيو 3، فما فيش ووتر مارك موجودة. وطبعا تقدر ان انت تحمل الفيديو من علامة التحميل اللي هي بتكون موجودة فوق الفيديو، فما فيش ولا ووتر مارك، وتقدر ان انت تحمل الفيديو بكل سهولة. دي كده علامة التحميل اللي انا كنت بقول لك عليها. دلوقتي هنجرب بقى نعمل صور. هنا رحت على جيميناي وقلت له نفس هو بالظبط، بس الفكرة ان انا عملت محادثة جديدة. قلت له اعمل لي صورة لمعرض عربيات باسم طارق للسيارات، وحط لي فيه ايقونات او رموز يعني موضحة لفكرة المشروع ده، وخلي الصورة تكون بشكل احترافي. طبعا انت يعني اكتب بالطريقة اللي تريحك، انا هنا بس ايه بجرب معاك مش اكتر. انت حاول في الوصف، اكتب الوصف اللي انت عايزه، فهي ملهاش طريقة واحدة يعني. فهيبدأ ان هو يحمل معانا. طبعا هو هنا زي ما انت شايف اهو مفيش ولا غلطة في الحروف العربية، يعني زي ما انت شايف حرفيا الصورة احترافية جدا. وحط لي رموز اللي هم الثلاث عربيات اللي هم اللي تحت بعض دول، والصورة باينة ان هي حقيقية 100%. طيب هنا كنت بجرب ان انا اعمل تعديل على الصورة، فكنت يعني بقول لجيميناي خلي لي الصورة هي بالظبط زي ما انت هتشوف دلوقتي. كنت بقول له خلي لي الصورة زي ما هي، ولكن خليها بالمقاس الطولي مش بالمقاس العرضي. يعني الصورة اللي هو عملها لي كانت بالمقاس العرضي، قلت له لا اعمل لي هي نفس الصورة بالظبط ولكن بالمقاس الطولي. وهنا كنت بشوف هل فعلا هيقدر ان هو يعمل الصورة بالظبط، ولا هيكون مثلا هيغير مثلا في الصورة او حاجة. فهيبدأ ان هو يحمل معانا، وزي ما انت شايف عمل لي الصورة حرفيا هي ولكن بالمقاس الطولي زي ما انا طلبت منه. هي نفس الصورة بالظبط. فحاول ان انت استفيد من الموضوع ده قبل ما العرض اللي من شركة جوجل ده يخلص. وبس كده، دي كانت فكرة فيديو النهاردة. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش انك انت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ولو في اي حاجة وقفت معاك اكتبها لي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.